السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على شنو وقع السيمانه هذه اللي طراو فيها بزاف ديال الحوايج بالضبط في كره القدم. اول حاجه غادي نناقشوها هو انه زياش جا الوداد بواحد الطريقه اللي حتى حد ما كان كيتصورها واللي غفلنا كاملين صراحه. ثاني حاجه غادي نهضروا على الترشيحات ديال الكره الذهبيه الافريقيه، وغادي نهضروا على القصه الثالثه اللي دازت مرور الكرام ولكن حتى حد ما هضر فيها بزاف، واللي هي القصه ديال الزهواني، اللاعب اللي لعب في كاس العالم وربحوه، والرساله اللي وصلتنا واللي غادي نبارطاجي معكم من الراي ديالي بطبيعه الحال. ورابع حاجه هو داك الكلاسيكو اللي كان بين البارسا والريال، وشنو يامال شنو واقع عليه وشنو ديك المشاكل اللي كان دار. الفيديو انا عارفه معطل شويه ولكن غير تبع معايا من الاول حتى الاخر، ولا شي اول مره كتشوفني ما تشترك معك واحد لايك هي الاولى وشي سبسكرايب وشي كومونتير باش نبداو نطلعوا لنا جداد، وجيب الدكه ديالك. هذا الدراري راه الشوفان وواحد العصير. زياش مشى للوداد، صدمه ديال العالم، صدمه ديال القرن صراحه. حتى شي واحد ما كان كيتصور هاد الصفقه هذه ثقيله غادي تجي البطوله المغربيه. تخيل معايا مثلا حكيمي يجي يلعب لك في الليفار، ما تشيقنيش يلعب لك في الراجا، ما تشيقنيش، وراه هادشي اللي وقع. حكيم زياش جا للوداد، ولكن قبل ما نهضروا عليها خصنا نرجعوا شويه للور نعرفوا شكون هو زياش وشنو كان كيدير. زياش تزاد في هولندا وعاش واحد الطفوله اللي اكثر من صعيبه. كان في واحد الحومه اللي شبعانه مخدرات، شبعانه كحول، مرونه ديال بصح، وكان يقدر يسالي الكارير ديالو في الحبس بحكم الانتوراج ديالو. ولكن القدر دار ليه طريقه اخرى واللي هي كرة القدم، حيت صراحة كانت هي المخرج الوحيد وهي اللي عتقاتو باش ملي كنعرفوا شكون هو حكيم زياش ديال دابا. من بعد زياش ولا نجم في هولندا وقدر يربح افضل لاعب في هولندا في ذاك الوقيته. من تما وصل للقمة مع تشيلسي فين ربح معاهم الشامبيونز ليغ والسوبر الاوروبي، وهناك شاف السميه ديالو بالذهب. ولكن المفاجاه الكبيره هو انه منين سمعنا هذا اللاعب هذا بهذه التقوليه هذه وبهذه الكميه ديال الجوائز اللي خدا جاي يلعب في الوداد وبالضبط في البطوله المغربيه. هاد الصفقه هذه دارت في واحد السريه تامه ما فراس حتى شي واحد، غفلونا حتى شي واحد ما كنعرف لها شي حاجه. وهادشي اللي خلى الاعلام وحتى من الجمهور انهم يتصدموا كرونا غير في ديونغ نهار جابتو بورتو ما فراس حتى شي واحد. حيت بكل بساطه كنا كنتخيلوا باللي مثلا زياش خاصو فريق باش يقدر يلعب في كاس افريقيا، ولكن كنا كنقولوا باللي غادي يمشي للسعوديه، يمشي لبنفيكا، يمشي لامريكا، يمشي لاشبيليا، الله فين يمشي. ولكن زياش اختار انه يرجع للاصل ديالو ورجع للمغرب. واش هو اللي اختار ولا شي حاجه في الكواليس حنا ما عارفينهاش، هذاك الشيء الله اعلم. ولكن الاسباب علاش انه اختار الوداد البيضاوي بحكم المنظور ديالي انايا، اولها انه الوداد الجمهور ديالو وقف مع واحد الوقفه رجوليه مع القضيه الفلسطينيه، وعاد الناس يقولوا باللي راه الركراكي تدخل باش يقدر زياش يولي عنده فريق، وربما انه يشوفه في الدوري المغربي وهكا زياش يكون حاضر معنا في كاس افريقيا اللي غادي نلعبوا ان شاء الله في شهر 12 وغادي نربحوا ان شاء الله باذن الله. الصفقه حاليا كتمتد حتى 2027 مع امكانيه التمديد، وهذا الشيء اللي اكدوا رئيس ايش منا. وهذه الصفقه هذه صراحه كتاكد لي واحد اللعيبه اخرى انه النجوم ما بقاوش كيمشيو يهربوا يمشيو يلعبوا في بلاد اخرين، بالعكس نقدروا حنايا نحتفظوا بالنجوم ديالنا ويوليو يلعبوا عندنا ويمثلوا المغرب. فهكا غادي نطوروا الكره المحليه وغادي نوليو نتفرجوا في كره في بلادنا بالنسبه ديال اوروبا وبالنسبه ديال النقالزه. ودابا ندوزو للفقره الثانيه اللي هي الترشيحات ديال الكره الذهبيه الافريقيه. نضربوا دقيقه. الترشيحات ديال هذا العام عرفات حضور مغربي قوي. عندنا اشرف حكيمي النجم العالمي ديال باريس سان جيرمان واللي ربح دوري ابطال اوروبا، ومعاه اسامه الملوي النجم ديال 11 بركان اللي دار مستوى استثنائي بلا مقاييس بلا شي حاجه ما شاء الله. علاش لا نشوفوا واحد فيهم هو اللي واخد افضل لاعب في القاره السمراء. ولكن المنافسه راه ماشي سهله بالنسبه لاشرف حكيمي، حيت محمد صلاح كيشوف الترتيب الكره الذهبيه العالميه اللي ربحها ديمبيلي. يعني واش غادي يربحها حكيمي ولا لا ما عرفتش، ولكن راه يستاهلها حكيمي. بالنسبه لجائزه افضل مدرب في افريقيا صراحه غادي يديو مغربي 100% غادي يربحها واحد مغربي، انه وليد الركراكي اللي حضر بقوه ومعاه طارق سكيتشيوي وكذلك محمد وهبي اللي ربح كاس العالم بالمنتخب المغربي اقل من 20 عام، وتنظن اللي هو اللي يربح احسن مدرب. اما جائزه افضل حارس فركاين واحد الثنائي زوين بزاف، ياسين بونو ومنير المحمدي. وبالنسبه لافضل لاعب افريقي محلي كاينين المغاربه بطبيعه الحال، كاين اسامه المليوي ومحمد حريمات. علاش نقول محمد حريمات يستاهل هذه الجائزه هذه. وفي فئه افضل لاعب شاب عندنا حسام الصادق وعثمان معمه، هادو هما المغاربه اللي مرشحين. ولكن كاين واحد السؤال مطروح، فين هو ياسر الزباري الهداف ديال كاس العالم؟ واش ما كاينش؟ واش ما غاديش يترشح؟ مع العلم انه خاصو يكون ضروري، اللي ممكن انكم تجاوبوني في الكومونتير. اما على مستوى الفرق فراه بطبيعه الحال كاينين فرق مغربيه هي مرشحه. عندنا 11 بركان هي الممثل المغربي الوحيد ديال التيم ديال العام هذا. وفي جائزه افضل منتخب عندنا المنتخب الوطني الاول والمنتخب المغربي الاقل من 20 سنه اللي ربح كاس العالم. نعاودوا نقولوها نبقاو نطبلوا حياتنا كامل. فبالنسبه لجائزه افضل منتخب ما محتاجوش نهضروا فيها حيت باينه غادي يربحوها. نتمنوا نشوفوا مغاربه رابحين جائزات من هذه الجوائز هذو. نتوما في الكومونتير جاوبوني كل فئه وشكون اللي يربح فيها، بغيت نشوف الراي ديالكم حتى نتوما. دابا ندوزو للفقره الثالثه اللي هي ديال الزهواني. نضربوا دقيقه. وسط الروينه كامله اللي واقعه الكره مرونه فيها، جوائز ديال الكره الذهبيه الافريقيه فيها شي تروينات. خرج لنا واحد
الانترفيو اللي حرك فينا كاملين حنا كنا كمغاربه ولا كشباب، حرك فينا شي حاجه، الا وهو الام ديال اللاعب المغربي الزهواني، فين كانت قالت باللي ولدها باللي هما ما كان عندهم حتى شي حاجه، كانوا فقراء، ولكن ولدها الزهواني من لعب في كاس افريقيا وخدا شي بريمات قدر انه يفرح دارهم ويشري لهم دار. هذه تقدر تجيك انت عاديه، ولكن هي راه ماشي عاديه. نشرح لك علاش. لو جيست اللي دار الدري هذا ولد حي مولاي رشيد اللي عنده 18 ولا 20 عام ما عرفتش بالضبط، راه تحسب له انه مازال صغير وهذا المسؤوليه كامله. فتبارك الله عليك اخي زوين اللي كنتي كتشوف هذا الفيديو هذا. ولكن بلاتي راه كنظن اي شاب مغربي في حالي في حالك انت اللي كتفرج فيه، هذاك اللي كتفرج معاك، نعطوه دابا 100 مليون، اول حاجه غادي يفكر فيها هو انه يمشي يصوفي والديه ولانه يصيفط والديه للحج. راه غير الامكانيات اللي ما عندناش، فما نلوموش الدراري اللي ما عندهمش فلوس، وما نلوموش الدراري اللي ما قدروش يعاونوا والديهم، ماشي حيت ما بغيوش يخدموا، ولكن حيت الامكانيات ما كايناش. الشباب ديالنا ماشي معكازين، بالعكس راه اكثر الناس كيدمروا واكثر الناس كيقلبوا على الفرصه قد هكا ما غاديش يضيعوها. دوروا العالم كامل من طوكيو حتى ما نعرف فين غتلقاو مغاربه تما كيتقاتلوا، ولا سولتي علاش انت كتقاتل يقول لك عندي والديه كيتسناوني. واي واحد في الغربه اللي سولتيه تندوي على الشباب علاش انت حرقتي ولا علاش كيقول لك انا عندي والديه خاصني نعاونهم. راه اي شاب مغربي كيبغي يعاون والديه. الزهواني عطانا واحد العبره وبين لنا باللي احنا الشباب كنحماقوا على والدينا وكنبغيو نعاونوا، وحنا راه ماشي معكازين، عمرنا ما كنا معكازين. ممكن هذا غير الراي ديالي، نعاود نقول لكم خلوا لي الراي ديالكم في الكومونتيرات لتحت، غنقوي عليكم بلي كومونتير وباش نشوفكم واش حتى نتوما متفقين معايا ولا لا. ودابا ندوزو للفقره الرابعه اللي كلشي كان كيتسناها، اللي هي الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونه اللي خسرنا. طبيعه الحال خسرنا ب2-1 ماشي مشكل. الكلاسيكو هو اكثر ماتش كيتفرجوا فيه العالم كامل واكثر ماتش كيجيب الفيوز. ومؤخرا شفنا بلي الكلاسيكو ما بقاش كيف ما كان شحال هادي، كنا كنشوفوا بصاحبي كلاسيكو بارسا ضد مدريد غنمشيو نتفرجوا عادي، ماشي بحال شحال فاش كانت البارسا ضد مدريد كنا كنكونوا حنا الدراري صغار سيمانه قبل حنا مدابزين شكون اللي غادي يربح، ميسي احسن من رونالدو، غادي ماركيو هنا 5-0 و4-0 وجويه غادا مرونه. مي دابا افتقدنا داك الروح ديال المنافسه اللي كانت ما بين ريال مدريد وبرشلونه. ولكن هذا الماتش يتلعب هذه المره هذه كان استثنائي واحد شويه. علاش؟ لامين يامال الدري اللي عنده 18 عام زاد لينا شويه الزيت في هذا الماتش اللي كان ولا في الكلاسيكو اللي تلعب اخر مره. في البودكاست ديال تشاب اللي كان في كينغز ليغ كانوا حاضرين بعض الرؤساء ديال الفرق من بينهم ايباي ولامين يامال، وكان واحد البودكاست كيف قلت لكم. ولكن وسط داك البودكاست يامال خرج شويه على السطر تحت واحد المناوشات، كانوا بعض الاسئله اللي غريبين، ولكن يامال كان دار واحد الجواب في شي شكل، حيت كان واحد السؤال تطرح على يامال قال بلي هذه الفرقه هذه اللي غتلعب ضدها دايره بحال مدريد، يعني غيكون واحد الكلاسيكو في كينغز ليغ، شنو غادي دير؟ قال لي غادي نربح عادي وهذا، ويقول لي شي كلمه للجمهور ديال ريال مدريد. هنا يامال غادي يطيح في الفخ وغادي يخرج على السيطره. اخر مره لعبش ضد ريال مدريد ماركيت 4 البيوت، والجمهور ولا اللعب ديال ريال مدريد ديما كيبكيو وعمرهم ما غادي يربحونا. وطبيعه الحال التصريحات اللي دار هو ما بقوش ساكتين غير هنايا، فراه تروناش وعصبات الجمهور ديال ريال مدريد وكذلك اللعابه ديال ريال مدريد، ويتسخ القضيه ورجع الجو ديال مورينيو غوارديولا ميسي ورونالدو. فكرونا في هذا الكلاسيكو اللي دازو، ويامال شفناه في هذا الماتش اللي فات باللي كلشي كان حاضر، ولكن يامال ما كانش حاضر. يامال دار واحد الاداء فاشل جدا، كان باين فيه مسخسخ فني، وكان اللي يقول لك بلي المشاكل والسبب ديال هادشي كامل راه باين صاحبته اللي خرج عليه نهار عرفه هو اللور. وهاد البارسا كانوا فيها بعض الغيابات من بينهم فليك، ليفاندوفسكي، رافينيا، غارسيا، تيرشتيكن، غافي، بزاف ديال اللعاب. اما بالنسبه لمدريد فراه كان ناقصها غير الابا ورودريغو، واللعابه كلهم عندهم حتى من المدرب. وانا كنت كنظن بلي مدريد غادي تربحنا بشي 6-1 6-0 5-2 شي فرق كبير، ولكن من خسرني غير ب2-1 هانيه ماشي مشكل، غنعوضوا هادشي في الرجور. وفي الاخر راه واحد المناوشات فينيسيوس بغى يمشي عند يامال، كارفاخال مشى عنده قال لي ما تبقاش تهضر بزاف ونضرط الروينه ديال بصح في الاخر. ويامال بالرغم من الموهبه الكبيره اللي عنده خاصو يتعلم شويه كيفاش يهضر في لي بودكاست، حيتاش كيفاش انك انت جاي تهضر على واحد الفرقه وهذاك مول البودكاست يجر لك لسانك وتخرج على داك الموضوع وتطيح في لامير اللي طاحتي فيها دابا انت اخي يامال. دونك خاص يامال لونطوراج ديالو ويعاونوه ويكونوا معاه باش ما يبقاش يغلط بهاد الاخطاء هادو. وعاد حنا شفنا باللي يامال على ما تنظنوا انه تفارق مع صديقه ديالو، عاد اليوم كانت دارت البوز وكاع الصحف الالكترونيه كيلوحوها، فلا تفارق مع صاحبته صراحه غادي يكون بلان زوين. راه كنت درت واحد الريل على يامال، هاد البلان ديال الصديقه ديالو خليكم معاه ونرجع لكم من بعد. ودابا سمعنا باللي راهم تفارقوا وحيد ليها فولو وكاع البرصاويين فرحوا. تسولني دابا انت علاش؟ راه في الحياه مثلا شي لعاب ديال الكره كاينين علاقات اللي كتعاونك انك تطلع تضرب في السقف، وكاين علاقات اللي
طيحك ما كتبقاش كاع قادر. هذا هو الاخر ديال الفيديو. الا عجبك ما تنساش دير معك واحد لايك، فولو، بارطاجي الفيديو مع صاحبك، قول لي كي جاوك هاد الفيديوهات هادو ديال الملخص ديال كاع داكشي اللي وقع في هاد السيمانه هادي في الكره. ولكن انا غادي نديرو فيديوهات اخرين اللي غيكونوا بعد على كره، حتى غادي نهضروا على كلشي ان شاء الله باذن الله. تهلا.